انجليزي ده يا مرسي، دي اول كلمه بتيجي في بالنا لما بنسمع حد بيتكلم انجلش غلط. وعشان نفهم ليه الناس بتتكلم انجلش غلط، هنرحب بضيفتنا النهارده شيري حسين، سفيره الانجليزي. اهلا بيك. اهلا بيك، منورانا. اول حاجه خالص بقى، الناس بتسال دايما ايه الفرق بين البريتش اكسنت والامريكان اكسنت؟ زي الفرق ما بين اللهجه القاهريه واللهجه الصعيدي. بس احنا كده. عندنا طبعا هما الاثنين انجلش والاثنين لغه اللي احنا بنتكلمها وعارفينها. الاصل في الاثنين البريتش، يعني الانجليش اصلا اساسه كان الانجليزي البريطاني، ده كان الستاندرد في العالم كله. بعد كده الامريكان لما بدا يبقى ليهم هيمنه وسيطره اكتر وبدا الاقتصاد بتاعهم يبقى اقوى، بداوا ينفردوا بلهجه عشان يقولوا انهم موجودين، وبداوا يطلعوا فيها فروق كتير ما بينها وما بين البريتش. هو لحد دلوقتي البريطانيين مش معترفين بلهجه الامريكان اصلا، يعني هتشوف فيديوهات هزليه كتير على تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك، هتلاقي فيه البريتش دايما بيصلح للامريكان الاكسنت بتاعته. فهو يقول له water يقول له no water، يقول له no it's water no water to repeat after me، ويبتدي بقى يتعصب البريطاني على الامريكاني لانه مش معترف ان الامريكان اكسنت اصلا موجود. ده بالنسبه له غلطه. ده بالنسبه له غلطه، بالنسبه له هو كده بيبوظ اللغه. لكن الاكسنت الدرجه واللي في الوظائف مطلوبه اكتر، واللي حتى في المدارس دلوقتي في مدارس امريكان بتدرس الامريكان اكسنت اصلا، وده التوجه بتاعها اللهجه الامريكيه لانه هي اللي مسيطره. طب اللي بيتدرس في مدارسنا بتاعت زمان، مدارس الحكومه قبل ما تظهر مدارس يعني الخاصه دلوقتي ومدارس الانترناشونال، ايه اللي كنا بندرسه ده؟ ايه؟ مش عارفه. لو افترضنا ان ده كان انجليزي اصلا يعني، بس خلينا نقول لا، هو في الكتب كان انجلش. في الحصه يعني هو انجلش في الحصه، مش ما فيش لهجات، هو بيدرس لك اللي عارف يقراه، لان هو المدرس اصلا مش عارف ايه هي اللهجات ولا عارف الفرق ما بينها، ولا سافر ولا سمع ولا اتعامل مع اهل لغه ولا يعرف حاجه خالص. هو بيقرا اللي في الكتاب وبيمليه على الطالب، واحيانا بيشرح حاجات مش فاهمها طبعا مع احترامي لكل المدرسين. يسترزق شغله، بيعمل شغله، هو داخل شايف ان هو لحد النهارده مدرسين المدرسه لحد النهارده هم شايفين انهم بيعملوا شغلهم. هو داخل الكلاس حافظ الكلام اللي هو بياخده وبيحاول يحفظه للطالب. في تيتشر كان شغال معايا من فتره، لان هو دخل لزميل ليه كان بيحاول يساله على الفروق ما بين التنسز، الازمنه بالانجلش كويس، فقعد معاه حوالي نص ساعه، وفي الاخر قال لي انا خرجت قمت من قدامه وانا مش فاهم اي حاجه منه، وعشان ما احرجهوش ما حاولتش اغلس عليه. فهمت فهمت. فانا رديت عليه وقلت له ما ينفعش حد مش فاهم حاجه يفهمها لك، هو حافظها، هو عارف ان تكوين المضارع البسيط الفيرب بلس اس او اي اس مع هي وشي وات وهكذا، هو ده اللي هو يعرفه. لكن امتى بتكلمه، ليه بستخدمه، بحطه في اي مكان، ما هو الجرامر والكلمات هي كلها عامله زي المبنى. انا ببني الاول، بجيب المونه وبعدين بجيب الطوب الاحمر وبعدين احطهم مع بعض وبعدين ابتدي احط لهم التوبينج من بره وبعدين افرش الحاجات دي. هي الجرامر والكلمات والاكسنت، والثلاثه بيكملوا بعض، بتعمل بيهم خلطه تطلع لك اللغه زي العربي وزي اي لغه تانية. لكن لو انا حافظ الحاجات دي ومش عارف اوظفها فين، انت عارف ان ده طوب وان ده اسمنت وان ده زلط ودي ميه، وادهم لك كلهم مع بعض، اقول لك دول انت هتبني بيهم عماره وانت ما تعرفش الريسبي، مش عارف انت هتحط ايه على ايه ولا هتعمل ايه فين. هو ده بالظبط اللي بيحصل، ان هو بيقول للطالب دي كلمات احفظها وده جرامر احفظه ودي جمله حلها كده عدي في الامتحان. فبيخرج الطالب مش فاهم حاجه، جايب الدرجه وناجح من تحت ايد تيتشر مش فاهم حاجه، في منظومه مش فاهم حاجه. صحيح. وده اللي بيخلي الناس فعلا انجليزي ده يا مرسي، ان الناس بتتكلم انجلش وهي بتفتكر انها بتتكلم صح لانها نجحت في الامتحانات في المدارس، دي حقيقة. وبتعرف تقرا بعض الجمل بالفعل. هو مش بيتكلم، هو بيقرا بس. هو قصه التحدث دي بقى حوار تاني خالص. ده لما بيسمعوا حد بيقول الصح بيتريقوا عليه. يعني انا بيبقى عندي طالب في مدرسه او طالبه في مدرسه حكومه بالذات، او مدارس التجريبي او المدارس الخاصه اللي هي مش ناشونال مش انترناشونال بالظبط. فتلاقي الطالب لما بيدخل الكلاس بيسمع من التيتشر غلط وبيسمع من زمايله غلط، ولما بيجي لي وهو متضايق لانه مش عارف الصح فين، هو اللي حضرتك بتقوليه هو اللي صح ولا اللي هو بيقوله هو اللي صح؟ اصلا انا عدلت لما هو قال لي كلمه غلط، قلت له على فكره يا مستر هي مش كده. فهو عمل معايا مشكله، وزمايلي بقوا بيضايقوني في الكلاس لانهم مش عارفين الصح هم كمان. فانا محرج طبعا. برد عليه اقول له اللي انت بتتعلمه عندي ما تقولوش لحد، اتعامل بيه بره المدرسه.
التيتشر ليه احترامه، هو في كل الاحوال المدرس بتاعك، ما يصحش انك موقف تعدل عليه. محرج ان هو يعدل للكل. عليه قدام الطلبه كمان، حاجه موقف محرج للكل. غلط جدا. صحيح، دي حقيقه. صحيح. هو مش ذنب المدرس ان هو اتعلم غلط، لكن هو على عاتقه دلوقتي في مهمه انه يصلح. بدل عرف، انا عرفت وعرفت ان اللي بقوله مش صح، وعرفت ان انا باذي الطالب اللي قدامي، وعرفت ان اللي انا بعمله ده بيضرني وبيضره، اصلحه حتى لو بالتدريج. يعني الاحرى بالمدرسين ان هم ياخدوا كورس انجلش طبعا، عشان يبتدوا يعلموا صح. طبعا ده اهم واحد لازم ياخد ده كورس. اول واحد لازم يروح عشان يعرف فعلا يتكلم صح وبالتالي يعلم صح. هو عنده المعلومه، هو بس عايز ازاي يظبطها، عشان يفيد الناس اللي بيعلمهم بالفعل. حاجه من الحاجات اللي بتيجي في دماغ كل الناس اول ما تسمع انك لازم تتعلم انجلش او لازم تاخد كورس، في ناس ما عندهاش الموهبه انها تحفظ كلمات او تحفظ قواعد، او هو في دماغه ان زي ايام المدرسه لازم يحفظ القاعده، فبيبتدي خايف تماما من فكره ان انا احفظ كلمات. موضوع الحفظ ده ناس كتيره جدا قابلتني في حياتي، انا ما بعرفش احفظ كلمات، ولا كان بيعرف يحفظ نصوص يعني في المدرسه، ولا كان بيعرف يحفظ صور قرآنيه في الدين. انا كده. طب يعني انا هو مش بقول انا الشخص ده. الناس دي تعمل ايه عشان تتكلم انجلش؟ ما هو لازم يحفظ كلمات. طب بيعمل ايه؟ ولو يعني هنقول له تعالى خد كورس. تعالى بس اسالك سؤال. انت حفظت كم كلمه عربي عشان تتكلم عربي؟ ما اقدرش احصر طبعا. انت حفظتهم اصلا؟ يعني بابا قاعد جنبك وقال لك ده كرسي، قول ورايا كرسي. لا كرسي لا كرسي، ما حصلش. لا. ماما قالت لك ده مطبخ، ده مطبخ، قول مطبخ مطبخ مطبخ. لا خالص. ما حصلش. يعني اللي انت بتشوفه اصلا في المدرسه في التكرار، وده كلب ضج، والعواميد اللي احنا كنا بنعملها ايام الثانويه العامه، ما شفتوش انت وانت بتتعلم لغتك الام. ما حصلش خالص. لا صح. طب انا لما اجي لك دلوقتي انا هعلمك انجلش واقول لك this is a table, I put the cup on the table، فانت قلت معايا this is a table, I put the cup on the table. لما اجي اسالك اقول لك what is this? It's a table. And what is that? cup. I put the cup on the table. خلصت. دي حفظ الكلمات. انا باخد كورس. يعني طريقه الحفظ بتاعت زمان دي هي اللي كانت مكرهانا في الموضوع. بالظبط. هو ما فيش حاجه اسمها حفظ. جداول وصف كده كلمات احفظ دول، هو ده اللي كان. اللغه ما بتتحفظش. انا لما بسافر اي دوله في اي حته في الدنيا ما حدش بيقف يقول لي this is the market and this is banana and when you buy something you do. لا، هو انت بتشوفه بتقلده زي ما انت عملت بالظبط وانت صغير. شفت ماما واقفه في المطبخ انت بتعملي ايه يا ماما؟ بقطع بالسكينه. الحفظ بالاستماع او بالمشاهده، بالممارسه. انا بشوف اللي باخده بيدخل دماغي بخرجه بطبقه. دخل دماغي وبطبقه. لا ارادي مني بالظبط كده. مخي بيعمل كده اوريدي. هو مخي ربنا خالق مخنا ديزايند بانه بيعرف المهم من اللي مش مهم بالتكرار. يعني انا دلوقتي بروح الشغل كل يوم من الشارع ده، فانا عارف وانا ماشي بدل ما ببص في الارض الشارع فيه كام بلاعه وكام طوبه وفي رصيف من الجنبين ولا لا، والعربيات بتركن هنا صف اول ولا صف تاني، لان انا الطريق ده عارفه وحافظه. وساعات ببقى بلعب بالموبايل ورايح الشغل وانا اصلا مش باصص على الطريق. صحيح. لان انا رجلي حافظاه. مخي عرف انه مهم من التكرار فطلعه قدام في الذاكره، فبقيت انا كل يوم بعمله فبوصل شغلي على طول بشكل اوتوماتيك. لو جيت غيرت الشغل والشغل برضو جنب البيت بس هلف له من 3 شوارع تانيين، هفضل كام يوم مركز كويس جدا وانا رايح، لان انا عارف ان انا هتوه كتير، لان اول مره او تاني مره لسه ما حفظتش. فمخي مش حافظ. مخي بيعرف الحاجه مهمه ولا لا بتكرارها. عشان كده احنا بنقول للناس اسمعوا كتير، لان كل ما الكلمات بتتكرر بتنزل على العقل اللاواعي، بعدين مخي بيعرف بالتكرار انها مهمه جدا فيطلعها على العقل الواعي، تبتدي تنزل على لسانك وتقولها بشكل تلقائي. مخنا بيشتغل عليها بمعنى دقيق. بالظبط كده. هي خلاص ما دام بقت في مدخلات عند مخنا بيبتدي يشتغل على المدخلات دي بالتكرار. طيب من المدخلات بقى عاوزين نتكلم على فكره ان دايما بنسمع ان يقول لك ايه، اتفرج على افلام انجلش، اسمع اغاني انجلش. طيب في فئه من مجتمعنا تمام وفئه مش قليله بتشوف ان لا، طب انا ليه اشوف افلام واسمع اغاني؟ دي حاجه لا، انا حرام، انا ليه اسمع أغاني؟ طب ده نقول له ممكن يسمع ايه؟ ممكن يعمل ايه لو هو شايف ان عنده غضاضه ان يسمع مسلسل او يشوف مسلسل او يسمع اغنيه؟ طب هيسمع ازاي اللغه اللي هو عاوز يتعلمها؟ اولا جزء الافلام ده في منه انيميشن، تمام، اللي هو اصلا بيتكلم انجلش بسرعه قريبه من السرعه بتاعه الافلام العاديه. هي بتخاطب الاطفال فلهجتها بتبقى اهدى نوعا ما وما فيهاش الفاظ جارحه
اصلا، لان هم بيحافظوا على براءه الاطفال الى حد ما، زي حالتنا كده في الانيميشن موفيز بتاعتهم القديمه لحد مثلا من 5-6 سنين معينه. بالظبط كده. فانا اقدر اتعلم بدل ما انا مش عايز ادخل في الجزء بتاع المحرمات الافلام والاغاني، يبقى اختار الانيميشن موفيز. عندي في فيديوز من تيد، في ابلكيشنز كتير، زي في ابلكيشن اسمه All Ears English، هو اوديو، انت بتسمع اوديو وبتاخد منه كل اللي انت عايزه. اوديو فيه ايه؟ في ناس بتتناقش او في محاضرات مثلا او في بودكاست كتير عن موضوعات قصيره، اطول اوديو فيهم 11 دقيقه، من 5 دقائق ل 11 دقيقه. ففي مصادر متنوعه ملهاش حصر. قنوات اليوتيوب بتاعه الاطفال وبتاعه المستوى المتوسط للانجليش، زي انجلش سينج، زي كوكو ميلون، حاجات كده كتير بتخاطب الاطفال اصلا، بيبقى فيها فيديوز فيها كلمات، فيديوز فيها جمل، فيديوز فيها محادثات بسيطه. فانا اقدر اتعلم بشكل سهل جدا من مصادر كتير ملهاش علاقه بالجزء المحرم. يعني ملوش حجه، يعني انت مفيش حد ليه حجه دلوقتي. اغاني مش عاجباك، اوكي تمام، احنا معاك جدا، في بدائل تانية وبتأدي نفس اللي احنا عاوزينه. طبعا ممتاز جدا. ما هو دايما اللي بيعمل محتوى لما بينتشر بيدور على كل الفئات اللي محتاجه تتعلم يوفر لها ده ازاي، لان ده من مصلحته. انا لما انزل لك محتوى مناسب ليك وليه وليهم، فمفيش حد هيبعد عن المحتوى بتاعي. اللي شايف ان في حرمانيه هيشوف ده، والدنيا بالنسبه له قشطه هيشوف ده، والموضوع بالنسبه له صعب هيشوف ده، والدنيا بالنسبه له سهله هيشوف ده. الانترنت دلوقتي كم المصادر اللي فيه اكتر من انك حتى تستوعبها، ودي من المشكلات اللي بتواجه متعلمين اللغه. يعني دي مشكله مش ميزه. لا كتر المصادر مشتت. زي انا دلوقتي رايح الشغل كل يوم الصبح وقدامي 8 شوارع اروح منهم، فبفضل واقف حوالي ربع ساعه عبال ما اقرر انا همشي في انهي طريق. مارك لما جه عشان يوفر تفكيره كل يوم الصبح في قصه انا هلبس ايه، مش عارفه عدد التيشيرتس اللي جابها، تقريبا 20 تيشيرت نفس اللون نفس الشكل، كلها نفس اللون نفس الشكل، عشان ما يجيش كل يوم الصبح يفكر انا هلبس ايه، هو نفس التيشيرت على نفس البنطلون وهيروح الشغل. وفر وقت في يومه كتير على مدى الشهر وعلى مدى السنه ان انا هلبس ايه النهارده. طبعا فكتر المصادر مشتت. فانا لو هبدا لسه اتعلم ما ينفعش اتعلم مع نفسي، لازم يكون عندي شخص بيوجهني ويديني المصادر الصحيحه، عشان ما الاقيش نفسي بقالي يعني يجي ناس انا بقالي 3 سنين بتعلم من البيت، بقالي 4 سنين بتعلم من البيت، وبيسمع فيديوز في البيت وما وصلش لحاجه. ما هو عم بيسمع غلط. انا دلوقتي مستوايا 0، فبسمع انترميديت عشان انا فاكر ان هو ده الانجليش، بتفرج على افلام صعبه عشان انا فاكر ان هو ده الانجليش، او انا مستوايا عالي وانا ما اعرفش اصلا ان مستوايا كويس، فباخد الحاجات بتاعه الزيرو عشان عايزه ابدا من الاول. يعني بيجي لي حد يقول لي انا هبدا من الكورس من الزيرو، طب يا حبيبي انت زيرو، انا عايزه ابدا من الاول. طب اعمل له بليسمنت تيست، هو مش زيرو، يطلع ليفل 4. واو. هو مش مقتنع، هو مش مصدق، انا واقع مني حاجات كتير، اما احنا نظبطها فوق، انما ما تضيعش من حياتك 5-6 شهور تانيين في ان انت تاخد دبلوم التاسيس وتاخد 4 مستويات انت اصلا عارفهم، فتعمل في نفسك كده ليه؟ هو مش عارف مستواه ان هو ليفل 4، هو متفاجئ. بالظبط كده. فانا لو عايزه اروح في اي مكان لازم اعرف الاول انا واقف فين، والطريق اللي انا هاخده هو ايه عشان اوصل لايه. صحيح. قيس ده على كل حاجه، على بقى عمليه التعليم، على البيت، على الشغل، على حياتك، على اي مهاره هتكتسبها. اعرف الاول انا الليفل بتاعي ايه فيها، واعرف ايه المناسب ليا عشان اعمله، عشان الرود يبقى صح بالنسبه لي، الطريق اللي همشيه يبقى مظبوط، عشان الطريق ده هو اللي هيوصلني لحد هناك. ما عملتش ده هفضل عمال بخبط من حيطه لحيطه طول الطريق، مش عارفه اوصل ازاي. ممتاز. طيب هيجي حد يسالني يقول لي طب انا ممكن اروح اخد كورسز، تمام، او اروح ادرس في كليات الألسن، اتعلم اللغه فين، وانهي اللي انا ابدا بيه؟ لو انا عايز اتعلم اللغه اروح فين احسن؟ اروح اخد كورس ولا اروح ادرس ألسن من البدايه؟ ده بيتوقف على هدفك. انت بتتكلم عربي، هدفك من تعلم اللغه. انت فلوينت في العربي صح؟ انت علاء فلوينت في العربي، دي لغتي الام. درست في مجمع اللغه العربيه؟ لا. دخلت كليه تربيه او كليه اداب قسم لغه عربيه؟ ما حصلش. لا. تعرف ايه عن النحو؟ عندي معجم في البيت ما بفتحوش احيانا الا لو احتجت كلمه معينه. تعرف ايه عن النحو وعن الفقه وعن الحاجات اللي ليها علاقه اللي درسته في المدرسه يعني زي كل الناس اللي في العالم كله، البيزكس اللي الناس كلها عارفاها. ثانك يو سو ماتش، فيري جود. فانا دلوقتي عشان ابقى متحدث للغه، لا طبعا ما ادرسش في ألسن وما ادرسش في كليات تخصصيه. اللي بيدرس في الكليه التخصصيه ده اللي عاوز يعرف تفاصيل علم معين، يدخله ياخد تفاصيله عشان يدرسه، عايز يعمل فيه ماجستير ودكتوراه. ثانك يو. انما انا عشان اتعلم لغه مش مطلوب مني ان انا ادرس في كليات التخصص دي خالص. ده لو انا عايز يبقى ده شغلي، امتهن الجزء ده في حياتي بقى، ابقى محترف بمعنى ادق. بالظبط.
في ناس بتسافر، في ناس كتير بلوجرز وناس بتعمل فيديوز على مستوى العالم بيتكلم 10 لغات و3 لغات و5 لغات، بيسافر كل بلد يقعد فيها سنه، يرغي مع الناس، يتعامل مع العامه في الشارع، هوب بتعلم اللغه، بقت معاه لغه، يمارس اللغه شويه خلاص بقى بيتعامل مع الناس. ما هي لغه بس هو يعني تواصل. لو عمل كده مش هيعرف يكتبها او يقراها او يتعلم بيها يعمل ماجستير مثلا او يدرس. مين قال؟ يعني هو لو راح عمل معايشه سنه. انت هتعمل ماجستير في اللغه ولا هتعمل ماجستير في اي حاجه؟ لا ماجستير في حاجه لكن باللغه دي. ما ايه المشكله؟ الكورس يستغنيك عن ده. انا ممكن اقعد باخد كورس سنه. ما هو الناس اللي بتسافر بره مصر، الناس اللي بتهاجر. انت عايز تقنعني او تقنع نفسك او حتى اللي بيشوفونا، الناس اللي بتهاجر كل يوم كندا وبياخدوا ايلتس وبيسافروا، دول كلهم ده خريجين ألسن وتربيه واداب؟ لا اكيد لا. الناس دي بتقعد فتره ما من عمرها من سنه ل5 سنين بتدرس اللغه، بتاخد كورسز، بتتعلم، بتشتغل على نفسها، بتقرأ وتكتب، بتشتغل على تيست الايلتس عشان هو مطلوب منهم سكور معين عشان يعرف يهاجر او عشان يعرف يدرس بره في اي جامعه ايا كان. هو عامل له كمان، هم عشان عارفين ان ده مش ضروري، هو عمل لك امتحان عالمي، عمل لك التوفل والايلتس، امتحانات عالميه عشان الامتحانات دي تقيس مستوى المتعلم في ال4 مهارات: الليسننج والريدنج والرايتنج والسبيكينج. تقيمه بالظبط. هو عاوز منك ان انت تدرس، فعايزك تاخده اكاديميك، يكون السكور بتاعك كذا عشان يضمن ان انت لما تدخل تعمل ماجستير هنا الدنيا هتبقى كويسه معاك، هتبقى انت عارف في ال4 مهارات كويس. في ناس بتطلب سكور من اول 5 و5 ونص و6 و6 ونص معاك لحد سكور 8 على حسب المكان اللي انت رايحه، قد ايه بروفيشنال، قد ايه اللغه فيه صعبه وتقيله. لكن انت مش مطلوب منك ان انت تبقى خريج كليه تخصص عشان تاخد التسليم. يعني في فرق ما بين ان انا ادرس اللغه او اتعلمها عشان ادرس حاجه تانية او اتعامل مع المجتمع او افهمه ويفهمني. وانت في الكليه تدرس علم اللغه. صحيح. مش اللغه زي المجمع اللغوي حضرتك، يعني المثال بتاع اللغه العربيه ده مفهوم، دي لغه الام انا ما اتعلمتهاش الا ان انا عايش بيها. بالظبط كده. اللي بيدخل كليات الألسن بيبقى شور بيتكلم صح، ولا اللي بيروح كورسز هو اللي شور بيتكلم صح؟ هي اعلى كليه في كليات التخصص واللي بنسبه بيطلع منها الناس بتتكلم كويس، السبيكنج بالذات الألسن. لكن باقي الكليات لغات وترجمه واداب وتربيه، وما انا اسفه للناس اللي هتزعل، معظمهم بيخرج ما يعرفش حاجه عن اللغه. هو دارس وعنده كتب، ممكن يقرا ويكتب وحافظ. هو بيقرا ويكتب احسن مني ومنك ومن اي حد. هو عنده كم حصيله لغويه ما حصلتش. الليسننج بقى هو اللي فيه مشكله. الليسننج وسبيكينج. هو لو انا ما بتكلمش كويس في الغالب ما بسمعش صح. هما ريليتد ببعض طبعا. انا عندي مهارتين بيشتغلوا على مهارتين. عندي انبوت واوتبوت، مدخلات ومخرجات. المدخلات الليسننج تحسن المخرجات اللي هي السبيكينج. تمام كويس. ده ان كيس اني بتكلم. يعني انا لو بعمل ليسننج لكن ما بتكلمش، الليسننج بس اللي هيتحسن. طب بعمل ليسننج وبتكلم، زي اللي بيبقى عايز يسوق. انت عمال تشوف دروس سواقه وعارف تفاصيل العربيه حته حته، وعارف بتتصلح ازاي. ما مسكتش دركسيون، ما قعدتش قدام الطاره بتاعه العربيه، ما فتحتش كبوت، ما عملتش حاجه. ما غيرتش الكاوتش، فانت ما اتعلمتش. في الغالب اول ما هتيجي تعمل ده اول مره يا هتتعور يا هتخرب الدنيا. نادرا لما هتعرف تعمل ده صح انك ما اتدربتش عليه. كمان كل حته في جسمك ليها ذاكره، لسانك ليه ذاكره، دماغك ليها ذاكره، عينيك ليها ذاكره. صحيح. الشم ليه ذاكره. فانا ذاكره لساني ما تعرفش حاجه عن السبيكينج، هتقوله ازاي؟ زي الطفل بالظبط. فانا ما دربتش لساني على الكلام، بس دربت ودني على الاستماع، فوقتها ودني هتسمع كويس. طب ودني سمعت كتير وكررت كتير وعرفت ده ايه، وانا بدات اتكلم اسهل 10 مرات من اللي ما بيعملش لساني اصلا، عشان انا مشغل ودني ومخي عمال يستقبل كلمات بقالي فتره، فهو مستني يخرج بقى. انت ما اديتوش فرصه الاوتبوت، انت مديله فرصه للانبوت بس. فوانس ان انت بدات تتكلم، كل اللي انت سمعته هيطلع معاك بسهوله. ده في ناس بتسمع اغاني وهي مش فاهمه منها حاجه لمجرد ان المزيكا عجباها، فده اكيد عنده يعني مدخلات كتيره ممكن تفرق معاه، وهو ما يعرفش. لما يجي هو مش عارف، هو ما يعرفش، يتفاجئ ان هو لو جملتين اتكتبوا قدامه يقراهم كويس جدا وهو مش مدرك ان هو ممكن يعمل كده. نفس القصه في القراءه والكتابه. لو انا بقرا كتير بالانجلش او بايا كان اللغه انا مستوعبها، لما اجي اتدرب على الكتابه هلاقي نفسي بتدرب على الكتابه اسهل، لان انا مخي عقلي اللاواعي حافظ اماكن البانكتويشن رولز ماركس. فانا عارف انا احط انهي مارك في انهي حته. لما اجي استوعب هو ده بيتحط هنا ليه، هلاقي نفسي بحطه دايركت بسرعه من غير ما افكر. الموضوع بسيط. عكس اللي ما يعرفش وما بيقراش، الموضوع هيبقى بالنسبه له صعب وتقيل جدا. صعب وبعيد جدا. في ناس بتخاف تروح تقدم على كورس انجلش او تروح تجرب، بتقول انا ده الاطفال بياخدوا وقت، انا بقى هاخد قد ايه عشان اعمل. استنى، عشان النقطه دي مهمه قوي، مهمه قوي قوي قوي. في فرق كبير ما بين الطفل اللي بيتعلم لغه
وبين الشخص البالغ اللي بيتعلم لغه. انا لما بعلم الطفل انا بعلمه مهاره الكلام نفسه، فده لازم ياخد وقت طويل جدا معاه. لكن انا اصلا بالغ عندي مهاره الكلام، انا بس بضيف لغه جديده. يعني لساني عارف مخارج الحروف، هو بيغير المخرج. زي اللي بيسوق طول عمره في مصر وبعدين ودوه امريكا برولز تانية هيسوق بيها، هل هو لما يركب العربيه يوم مختلف بس؟ هي دي القصه كلها. لكن ما تقارنليش ابدا ابدا الشخص اللي ما عندوش، اللي زيرو في المهاره، بالشخص اللي تن في المهاره وهيزود عليها، هو هيغير فيها شويه حاجات. هو مش بيتعلم الكلام، لا ما بيتعلمش كلام، بيتعلم كلمات تانية وجرامر تانية، انما هو ستيل بيتكلم. ثانك يو. بس نتفق هنا في ان التو وايز اللي بيتعلم بيهم الطفل والبالغ هما زي بعض. لكن الطفل اللي بيقعد 4 5 سنين 6 سنين من حياته بيستوعب وبيتكلم اللغه ولسانه بيتظبط، مستحيل يتساوى بالشخص. انا اتعلمت انجلش في 4 شهور، اتكلمت انجلش وكنت بتكلم كويس جدا في 4 شهور. والله ده ناس كتيره ممكن تقول لا ازاي ده، انا بتحارب على الجمله دي. 4 شهور كنت ببراكتس listening وسبيكينج يوميا من 8 ل 16 ساعه. ما كنتش متجوزه، ما كانش عندي اولاد، ما كنتش بشتغل، كان عندك كنت بصحى من النوم انجليزي من 8 صباحا لحد ما انام 1 بالليل 12 بالليل انجلش. بسمع انجلش وبتكلم انجلش، بخرج من مكان لمكان حاطه في ودني سماعه وبسمع انجلش، وانا في الشارع ببص على كل حاجه حواليا وبتكلمها انجلش. ما كنتش بتكسف اتكلم في المترو، كنت بتكلم بالناس، كنت ماشيه لوحدي الشارع بكلم نفسي انجليزي. فانا كنت بعمل براكتسنج رهيب، وما عرفتش ان انا وصلت للمرحله دي الا لما رحت عشان اشتغل في شركه كاستمر سيرفيس وعملت انترفيو واتقبلت. فعرفت ان انا كويسه، خلاص انا بقيت جامده في الانجليش الحمد لله. انا كويس انا كويس. واللي حسب لي المده دي كان حد كنت رايحه له عشان عايز اخد كورس، عشان انا قلت له انا حاسه ان انا لسه عندي قصور ومحتاجه اكمل. فقال لي لا انت بتتعلمي من امتى؟ قلت له من يوم كذا شهر كذا، كان من شهر 12. اتفاجئ من 4 شهور. شهر 12، وانا كنت رايحه له في نص شهر، في اخر شهر 4 وفي بدايه شهر 5. فقال لي يعني انت 1 2 3 4 ده 4 شهور وكام يوم، انت بداتي فعلا في التوقيت ده. بدات في التوقيت ده. فلا انت مش محتاجه كورس، انت محتاجه تحسني الكتابه. كنت انا بقى عكس الناس، الكتابه بتاعتي سيئه جدا، لان انا اصلا خريجه اداب لغه عربيه. الكتابه عندي كانت سيئه جدا، والسبيكنج كان عندي جبار. لان انا ما بتدربش كتابه خالص، ما بمسكش ورقه وقلم. بتسمعي وبتتكلمي. ثانك يو. فبدات اشتغل بقى وانا شغاله في كتابه الايميلات في الشركه اللي كنت بشتغل فيها، في الرايتنج على الانجليش بقى نفسه في الجزء ده. وبعدها دخلت مركز كورسات، قلت عرضت عليهم يا جماعه انا عايزه اشتغل ببلاش. قعدت سنه شغاله ببلاش، انا عايزه اشتغل، عايزه اثبت نفسي في كارير. والكارير عجبني، فاشتغلت معاهم. قد ما اشتغلت بقيت بعمل ماتيريال، بقيت بدرب تيتشرز، بدخل اشوف الناس بتشتغل ازاي. وبعد ما بدات اشتغل كويس بقيت انا اللي بدرب الناس اللي بتشتغل. فعملت بروجرس جامد قوي في حبه قد كده في وقت قليل. بالظبط. ما شاء الله. عايزين نمسك الخشب، يعني الترابيزه دي خشب اهي. ناس تانية تقول لك ايه، هو انا اتعلم انجليش اصلا ليه؟ انا هوصل لايه تاني؟ طب هو الموضوع ايرجنت قوي اتعلم انجليش؟ هو ده السؤال اللي دايما يا عم اتعلم ليه؟ للاسف مش انجليش بس، لغات. هل فعلا الواحد مش لازم ما دام شغله قشطه مش لازم ياخد فكره عن الانجليش، ياخد له حتى ليفل 2؟ لا لازم. ليه بقى؟ عشان هو هينط في وشك ايا كان الكارير اللي انت بتشتغل فيه. انا جالي ناس تاخد كورسز في مجالات هم اصلا ما كانوش متخيلين انهم يعني موظفين الحكومه، الناس اللي شغاله في شركات قطاع خاص. واحد قاعد على مكتب وماسك ورقه وقلم وبيسجل حاجات ملهاش اي لازمه اصلا، فتلاقيه وهو موجود في مكانه الكمبيوتر دخل، فالكمبيوتر بالانجلش، فبدا يجي له موظفين اصغر منه ب10 و12 و15 سنه، شباب صغير معاهم انجلش. فبدا هو يتركن على جنب، وبدا هو يخسر اصلا خبرته بتاعت السنين وما بيترقاش وحاجات كده، بسبب انه اصلا كل اللي حصل ان الانجلش دخل المنظومه. وفي مؤسسات كتير جدا بتسعى لده، ناس شغالين في جامعات خاصه تعمل ابجريد للموظفين. ثانك يو. وبيجي لي دكاتره جامعه، دكاتره شغالين في جامعات، هو مدرس في جامعه بس مش بيدرس انجليزي. بيدرس فرع تاني في اللغه. فالفرع اللي هو بيدرسه مش في اللغه، بشكل عام في الحياه، دلوقتي بقى مطلوب منه ان هو يحاضر قدام ناس جاي لهم وفد جاي من بره يسمعهم، حد هيدي الجامعه مثلا فند او حاجه عشان يشتغلوا بيه، ومطلوب منه انه يعمله بالانجلش. هيعمل برزنتيشن لازم يبقى بالانجلش، لازم يشرحه كويس. فالمجالات اللي اللي الانجليش هجم عليها من غير استئذان بقت اكتر مما تتخيل. انت دلوقتي لو عاوز تتعلم ايا كان شغلك ايه بقى في الجزء بتاعك في الميديا، عشان تاخد كورسات احترافيه توصلك للمرحله اللي انت عايزها، مش هتلاقيها بالعربي.
عاوزين بس نركز على نقطه، فكره المرحله اللي انت عاوزها، لان الناس فاكره ان الانجليزي ده يعني من 1 ل2 ل4 هو ده الموضوع كله. واضح من كلامك ان هو انت عاوز ايه من الانجليزي، طبعا عاوزه في ايه، هو ده اللي بتستخدمه بيفرق. في ايه، لان انا مش هروح اخد حقنه انجليزي فانا خدت كل الموضوع، انا عايز ايه منه فهروح. لان في ناس بتبقى شايله هم انا هاخد ايه ولا هعرف ايه ولا ايه وانا ناقص كل الحاجه، هو مش عارف هو انت عايز ايه، عايزه في ايه في شغلك. مش احنا اتفقنا ان انا عشان اعرف انا هتعلم ايه لازم اعرف انا فين. امم انا هعرف انا مستواي ايه فيه وعايز اوصل لايه، وانا هوصلك للي انت عايز توصل وعايز منه ايه بالظبط. انا دلوقتي طالب في مدرسه وكل اللي انا عايزه ان انا اعدي امتحاناتي. انا عايزه اتمنظر على اصحابي ولاد الناس اللي قاعدين في التجمع وبيقولوا لي كلمتين انجلش وانا مش عارفه اللي عايشين في الساحل الشرير طول الوقت، فلازم اتكلم زيهم عشان هم بيتريقوا عليا وانا اصلا على الله حكايتي. على الله حكايتي. فلازم اتنطط عليهم بالكلمتين اللي هحفظهم واحسن الاكسنت بتاعتي وخلاص. انا موظف حكومه عايز اتعلم اعمل ايميلات، او موظف في شركه ما عايزه اتعلم ابعت ايميلز وافهم البيزنس انجلش والناس بتتكلم ازاي وانا ارد عليها ازاي في الكارير ده في المجال ده. انا عايز اهاجر، فمحتاج اني اكون بتكلم كويس جدا واخد ايلتس تيست. انا عايزه ابقى تيتشر. فكل واحد من دول ليه الجزء اللي هياخده يشتغل عليه ويوصل له، فهيبقى ليه شغل لوحده، هيوصل لحد مرحله معينه. انا ماما عايزه اذاكر لاولادي، فدي مستحيل اسويها باللي هياخد ايلتس ده هيتفحت لحد ما يوصل للمرحله اللي هو عايزها. اكيد يعني. انما دي هي يا دوب عايزه تبقى فاهمه المنهج، عارفه تقرا، لو وقف قدامها بعدين جمله بعد ما تخلص كورس تعرف تترجمها بره وتجيبها، بس مش في جوجل ترجمها. كنت ده السؤال الجاي، السؤال ترجمه جوجل وبرامج الترجمه. تمام، البرامج دي واشهرها واكبرها جوجل اللي اي حد عارفه، الترجمه دي صح لا. اصلا؟ طب ده في ناس عايشه جوجل. ده في ناس عايشه عليها، واحنا نشكر جوجل على انه عمل المجهود ده، هو لانه بيحاول ابلكيشن جوجل بيترجم كل لغات العالم. ودي حاجه بصراحه فدي حاجه عظيمه يعني. هل بيترجم صح بقى؟ هو ده السؤال. بيترجم ترجمه حرفيه، ودي مصيبه سوداء. طب دي حته مهمه، ايه الفرق بين الترجمه الصح والترجمه الحرفيه؟ هقول لك. انا دلوقتي لما باجي اقول بالعربي بقول ولد جميل، لو ترجمتها بالانجلش هتبقى بوي هانسم، كده انا بوظت الجمله. لان الانجلش بياخد العكس، الصفه الاول وبعدين الناون، فهقول هانسم بوي. فانا لو اعتبرت ان ترجمه جوجل هي الترجمه الصح، هتلاقيه طول الوقت بيترجم لك الكلام مش على حسب ما انت قصده، على حسب ما هو فهمه. الكونسبت بتاع الجمله، ما كونسبت الجمله هما جوجل ما يعرفوش. جوجل ده مش انسان. لا جوجل مش انسان. لو انا حاولت اترجم كتاب على جوجل انا رحت في داهيه. دي كارثه. انا خلاص انا ما اتعلمتش ان انا عايز اترجمه ده. دي حقيقه. طيب ايه القاموس اللي اقدر استعين بيه ويترجم لي نصوص الى حد كبير مقبوله قريب من الدقه؟ ريفرسو. لان ريفرسو مش بيترجم من عنده، ده هو في ناس مدخلين عليه نصوص جاهزه مترجمينها مترجمين عمالقه في شغلهم، فالنصوص دي موجوده وهو بيستعين بيها. يعني لما بدخل اكتب له مثلا عايزه اترجم جمله انا رايح الشغل انا ذاهب الى المدرسه، فهو بيشوف الجمله دي كانت مترجمه في انهي نص، لان هو عنده النص العربي والانجليش عنده او النص باللغتين، عنده ريفرنس بيرجع له، فهو ما بيجيبش من عنده، هو بيجيب من الريفرنس. جوجل بيجيب من عنده. اوكي. بيروح بيجيب من عند الحاجه في البيت ويجي يعني اشهر حاجه في مصر مشهوره في الترجمه غلط طبعا، واحيانا كمان ما بينطقش صح لانه بيجيب الكلمه باللهجه اللي بيلاقيها. كنت لسه هسال ان هو في فويس كمان. لا الفويس بتاعه غالبا هيوديك في داهيه. شكرا. محدش يا جماعه يستخدم جوجل ترانسليشن. محدش يستخدم جوجل الا في اضيق الحدود. طب الناس اللي فاكره نفسها بتعرف انجليزي مثلا تلاقيه فاتح الويندوز قدامه تمام، فيقرا مثلا يقول ايه بروبرتيز، هو شايف نفسه ان هو كده عارف انجليزي. هو طب ده نقنعه ازاي بقى ان انت معلش انت محتاج تروح نقنعه انت ما بتعرفش ليه؟ انا بعرف، ده انا بعرف اسطب ويندوز، ده انا بعرف انزل البرامج. هو بيعرف يعمل شغله التكنيكال. هو شايف انه بيقرا الحاجات اللي بيستخدمها دي، هو ستيل بيقراها غلط. مش هو بيقراها وفاهمها. نقنعه ازاي بقى؟ هقول لك. بص هو بيحتاجه. انا دلوقتي شخص شغال فريلانسر، شغال لوحدي، انا مونتير بعمل مونتاج وبيجي لي كل المونتاج بتاعي عربي وقدامي برنامج حافظ كل الاكسبريشنز بتاعته. انا مهما حاولت اقنعه هو مش هيقتنع الا لو اضطر يمنتج لواحد اجنبي او اضطر يمنتج لواحده زي حالاتي بتدي كورسات انجلش، ف 80% من اللي بتقوله جوه الفيديوز مش هيبقى عربي. ان بروبرتيز دي غلط. هطلع روحك، كل ما هتيجي تغلط قدامي هنزعل. لا بروبرتيز ايه؟ انت عايز ايه؟ فكل ما هتيجي تتكلم معاه او كل ما هيجي يتحط، الناس ما بتعملش تغيير غير لما بتتزنق، مع انه الصح ان انا اعمل التغيير في الوسع. دلوقتي معايا فلوس، معايا فائض، ولو الفائض ده 100 جنيه او اقدر اوفره من فلوسي، وعندي وقت
ولو وقت بسيط، والنهارده انا مش مزنوق في الانجليزي، ايه اللي يخليني ما اخدش وقتي في اني اتعلمه عشان لو اتزنقت فيه قدام ما الاقيش نفسي محطوط في كورنر وفي حد نازل فيها ضرب. ما بقاش غارز. انا العالم بيجري، العالم مش بيمشي، العالم راكب صاروخ. صحيح. كل حاجه بيحصل لها ابديت بشكل يومي، في حاجات بتتابديت كل دقيقه وكل ساعه، بيبقى فيه جديد، فيرجنز جديده من كل حاجه. لو انا ما اتطورتش خلاص هتفوتني كل حاجه. انا كان بيجي لي ناس عندهم اكتئاب. طب انا هقول لك على كيس كانت من اغرب الكيسز اللي جات لي. كان حد عنده 48 سنه، الراجل ده قاعد مدير لشركه من الشركات العالميه، بس الشركه دي ما كانش هو بيتعامل فيها بالانجلش، كان كل شغله معظمه عربي، يا دوب كام اكسبريشن كده وعلى الله الدنيا ماشيه معاه وماشيه. مركزه كويس. ساب الشركه لظروف ما وبيدور على شركه جديده. الخبره اللي عنده لا تضاهى، مفيش منها اتنين. كل ما يروح يعمل انترفيو، يخلص الانترفيو التكنيكال ويخلص العربي ويجي عند الانجليش يقولوا احنا اسفين، احنا دلوقتي كل شغلنا وتعاقداتنا مع أجل. يرفضوا كل خبراته دي لانه يرفضوه بالكامل. فقال لي كان بياخد برايفت، قال لي انا مش عارف اشتغل والفلوس اللي معايا قربت تخلص ومش هعرف اصرف على عيالي اللي في مدارس انترناشونال واللي عايشين بيسافروا سنين في مركز مرموق، فعنده ليفل معين من الالتزامات. فانا لو عدى عليا 6 شهور من غير ما اخد انجلش احنا مش هنلاقي ناكل. فبقى عنده تارجت حرفيا مش هنلاقي ياكل وهو عارف ده. فهو فضل مستني على نفسه وبيأجل الموضوع وبيسوف لحد ما لقى الانجليزي نط في وشه زي العفريت. وبقى عنده مده بالذات لازم اتعلم في المده دي ان مفيش وقت. انا عايزه اقول لك كمان الانجليزي دخل في الجواز. ازاي بقى؟ طب ممكن نوضح دي؟ اقول لك عشان المصريين معظمهم بقوا بيتجوزوا اجانب دلوقتي يعني، ولا الفكره في ايه؟ لا، الموضوع ملوش علاقه، ليه علاقه بالتكافؤ الاجتماعي والثقافه. طب ازاي؟ انا كان عندي بنت، البنت دي كانت شغاله شغل حلو قوي ومرتبها كويس وشاطره في اللي هي بتعمله. كانت مخطوبه لسفير، الولد لسه في بدايه التعيين بتاعه، مش عارفه كان المنصب بتاعه ايه بالظبط، لكن هو المفروض ان المرحله اللي جايه هيبقى قنصل وهيتعين في بلد ما. فالبنت ما بتتكلمش انجلش اصلا، ما معهاش ولا لغه. فهو في اكتر من مناسبه يحاول ياخدها معاه، فبيقابل ناس في المناسبات زوجاتهم والناس اللي معاهم بيتكلموا لغات. فاصبح ان الموضوع بقى بالنسبه له ضغط ومرهق ومش عارف يتعامل معاها. وكان بيحبها، سابها وخطب واحده بتتكلم 3 لغات عشان شكله الاجتماعي قدام الناس وشغله مستقبله، لانه بيحضر حفلات وبيحضر ايفنتات لازم المدام تكون موجوده مع بقيه المدامات، فبالتالي ما عرفش يعمل كده. في رجاله كتير بتحس بنقص لما يجي يرتبط بواحده بيلاقيها بتتكلم انجلش وهو لا، تبقى قاعده بقى بتكلم حد في التليفون، شغلها بيخليها تتكلم مع حد، ومراته بتتكلم في التليفون وخطيبته قدامه وهو مش فاهم هي بتقول ايه، مش فاهم حاجه، ان هو في حاجه مكسوره جواه، مش فاهم. ممكن تكون بتشتمه وهو ما يعرفش، ممكن تكون بتقول كلام المفروض ما يتقالش وهو ما يعرفش، وهو بيبقى قاعد وهي بتقول ايه. العكس مع الراجل. انا دلوقتي لما باجي اتجوز راجل بيتكلم لغه و2 و3، في ناس كمان بيبقى عندها احساس انه طب انا لما ارتبط بواحده هي اقل مني في ده، انا دلوقتي عندي بوينت فوقيها. عشان كده ربنا كان بيقول التكافؤ في الجواز. صحيح. هو التكافؤ ده فيه جزء ثقافي. صحيح. انا لما اقعد معاه ما احسش انه حمار وهو بيقعد معايا احسش اني بقره، احنا الاثنين فما احنا على الاقل في ما بيننا كوبري كده، احنا بنعدي فوق احنا الاثنين عشان نتكلم، متفاهمين. جزء من التفاهم ده ان احنا مستوانا الثقافي يبقى واحد، جزء من المستوى الثقافي هو اللغه. ففي جوازات بتبوظ النهارده بسبب ان هو بيتكلم انجلش وهي لا، او العكس. انا مش هعلم ولادي، انا كفايه تعليم المدرسه كويس وينجحوا تمام وهيشتغلوا معايا في المصنع او الشركه او الورشه او وات ايفر اللي هو يعني هو ضامن لهم مستقبلهم. انا مش هعلمهم انجلش ليه يا حاج؟ لان ثقافه الغرب ثقافه خطيره، ولو اتعلموا اللغه صح ممكن ينفتحوا على ثقافه الغرب، وده شيء انا اخاف عليهم منه. طب انت عارف في كم مسلم مصري عايش مع الغرب وما انفتحش؟ يعني ما ده اللي عاوزين نقوله بقى، ان انت يا حاج انت حارم عيالك من حاجه مهمه جدا عشان طبعا. خوفا من الغرب وثقافه الغرب الخطيره اللي هو وحرفيا يعني بيدمر مستقبله. لان احنا اصلا احنا كبار اهو، والعصر دلوقتي مخلينا كلنا بالجزمه بنتعلم انجلش كلنا إجبارا. في ناس بتتعلم انجلش ولغه تانية وثالثه، ده الامي دلوقتي اللي معاه لغه واحده. صحيح. فانا دلوقتي ولادي لما يكبروا تخيل العالم هيبقى شكله ايه بعد 20 سنه. هو بيقول لك هم مش هيسافروا. مين اللي وانا اللي بفكر كده وايش عرفه؟ يقول لك هو وشغلهم عندي، هو دخل في علم ربنا شغلهم عندي دي بقى حدوته. خايف على ثقافتهم وخايف بمعنى ادق على ان هم ربيهم كويس وحفظهم قرآن. حفظ القرآن بيحفظ الطفل من اي حاجه في عرفهم عقيده كويس يا سيدي، وهم هيطلعوا يشوفوا اي ثقافه هو عنده اغرس جواه
اللي يخليه ما يخافش قدام. وبعدين انت مش مغسل وضامن جنه. صحيح. انا بعمل اللي عليا، ربنا قال لك وليس للانسان الا ما سعى. صحيح. ما قالكش النتيجه بتاعتك، انت هتربيه كويس زي ما ربنا اداك. انت ممكن تعمل كل ده وينحرف في الاخر، يشرب مخدرات. صحيح. انت ولا سافر ولا احتك ولا عارف لغه ولا اي حاجه، الغرب ولا حاجه. فموضوع انا عندي مصنع وعندي شركه، انا كان بياخد معايا طالب، وده كان من اغرب الناس. صاحب ورشه موتوسيكلات. الراجل ده معاه دبلوم صنايع. هو اللي بياخد الكورس. هو اللي بياخد الكورس. معاه دبلوم صنايع. جات له كده فرصه من عند ربنا بانه يفتح خط ما بينه وما بين الصين. الشركه اللي بتبعت له معدات. هو ورشه. لا ده هو هيسافر هناك يدرس تقريبا ما شاء الله جزء كده تكنيكال في الموتوسيكلات، وبعد كده هم هيبتدي يبقى فيه بينهم بيزنس. الراجل طارت منه الفرصه دي مرتين بسبب الانجليزي. مش عارف يسافر طبعا، مش عارف يسافر ولا يتعامل ولا يكتب ايميلات ولا يرد على التليفون. والله يسامح ابويا اللي ما علمنيش يعني حتى الدبلوم الصنايع اللي انا خدته. هو بدل ما يخاف يعلمه على ثقافه الغرب، هو يعلمه ثقافته ويحافظ عليه. ازرع فيه ثقافته ودينه كويس، هتلاقيه خلاص مؤهل انه يواجه كل الثقافات وكل الحاجات من غير ما يبقى خلاص يعني اجوف. في رساله تانية لكل اب وام. انا ما ينفعش اربي ابني وبنتي على الزمن اللي انا عشته وعلى الموروثات الثقافيه اللي انا اتربيت عليها. لازم اختار منها المناسب ليه، ولازم اسيبه يجرب ويغلط ويقع ويتخبط ويترزع عشان الم وراه وانا عايش. لكن الاب والام اللي بياخدوا الطفل يخبوه جوه البيت ويخافوا عليه من يتخبط، يا حبيبي معلش واحد صاحبه تنمر عليه، ما هروح اضرب لك صاحبك ده وهنفخه بكره. ما هو انا هنا بحارب للطفل معاركه، فهو هيكبر شخص مهزوز ما عندوش شخصيه وما يعرفش يحارب معاركه لنفسه، وانا كده كده هموت. ما هو انا مهما عشت انا مش عايش له بقيه حياتي. صحيح. فهو لو ما اتعلمش وغلط كتير وتعلم من غلطاته وتعلم ونشف وبقى عظمه، يقدر بعدين يعمل لنفسه مستقبل ويشتغل ويقف على رجليه ويتعلم حاجات ويخاف من حاجات ويبقى بيواجه حاجات. انا لما اموت واسيبه مين اللي هيلم وراه؟ انا بضره على المدى البعيد. طبعا انا بدمره مش بضره، لانهم بعدين لما بيتحطوا في مواقف التصرف الوحش قوي اللي هو كان يتصرفه وهو صغير وهيقولوا عليه عيل وغلط ويتعلم بقى راجل وغلط. الغلطه لما بكبر بتبقى بفوره، ما بتبقاش بغلطه. لكن وانا صغير مش هيقولوا عيل وغلط. شكرا. فكل ما هتعلم وكل ما هسيب ولادي يجربوا ويغلطوا وانا عايش وبلم وراهم، ده احسن مليون مره من اني احبسهم بدافع الخوف. فلا، يتعلم لغه واثنين وثلاثه ويعرف عن الثقافات دي ويعرف ايه الغلط والصح فيها، عشان لما احنا عندنا توبيك كده كنا بنتكلم فيه في الانجليش على طول اسمه كلتشر شوك. اسمها ايه؟ الصدمه الحضاريه. فالصدمات الحضاريه لما بتحصل للناس، في ناس بتنفتح وتنفك وتبوظ وتنحل تماما، ويا يرجع يا ما يرجعش، يا اما راح مع الوباء خلاص يا اما يجي. ما هو لما ده يحصل وانا عايش انا هعرف اقوم. طب ده لو حصل وانا مش عايش هعمل ايه؟ صحيح. ما هو انا ممكن ما بقاش موجود وهو لاي سبب ما يسافر، يجي له فرصه في اي حته، يشوف فيديو او حاجه على الانترنت والحاجه دي تاثر فيه تاثير سيء، يقرا كتاب. ما هو كل الحاجات دي مصادر بيتعرض لها. فانا لما اسيبه واعلمه بدون درع كده سايبه، شكرا انا كده بسيبه فعلا ظهره عريان، اي حد يقدر يجي يخبطه عليه خبطه يجيبه نصين. صحيح. يتعلم ويغلط ويعرف وانا عايش احسن ما يعمل ده وانا مش موجود. صحيح. يعلمه بس عقيده سليمه، يزرع فيه العقيده الكويسه وسيبه يواجه وان شاء الله ربنا يهديه. انما تسيبه كده. اخر واحد بقى يقول لك انا مش بعرف اقول الكلمتين والناس بتفهمني وانا بمشي حالي، خلاص انا مش هتعلم. انا كفايه ان انا بقول الجمله حتى لو قلتها غلط اللي قدامي فهمني. وفي مذيعين ومذيعات بيتكلموا غلط، النطق غلط، الكلام غلط، توظيف الجمل غلط، وستيل مذيع واعلامي. طب ده نقول له ايه يعني؟ ليه تتعلم صح؟ طبعا هو شكله وحش، بس غير شكله وحش انت إيه؟ اللي بيفهمك سامعك غلط، هو بيفهمك، بس نقول له ايه؟ نقنعه ليه يتعلم صح، ليه يتكلم صح. واحنا مش لازم نقنعه اصلا. صدمه دي صدمه نسيبه. لا هقول لك حاجه، الاصل في اللغه ان افهمك وتفهمني. كويس مثلا الاصل في اللغه يعني انت بتجي دلوقتي دخل علينا واحد اجنبي من الباب ودخل هنا انا عاوز باثروم التويلت حمام عشان انا فهمته ودخلته الحمام. تفتكر بقى ان انا هوقفه قدامي واقول له اسمها انا عايز اروح الحمام يا كلب؟ ما تتكلمش كده، عيب، انت كده شكلك وحش جدا. محدش هيقوله كده. محدش هيقوله كده. ليه؟ لانه انا كفايه عليه قوي انه بيحاول يتكلم لغتي. انا شخص مولود في مصر وعايش في مصر واشتغل في مصر وكل حياتي هنا. ايه اللي يجبرني ان انا اتعلم لغه الا اذا كان الموضوع حقيقي ملح او مطلوب
انا خلاص بقيت عارف ومتاكد ان الكارير بتاعي لا يتطلب ان انا اتكلم انجلش باحترافيه، وعندي اللي يغطي اللي انا محتاجه، مش لازم اهلك نفسي فيه. طب انا كمذيع او اعلامي، هل انا مطلوب مني ان انا اكون بتكلم احسن؟ يستحسن. الشخص اللي بيبقى مؤثر، اللي بيبقى عنده امباكت قوي على الناس، لازم لو هو واقف قدامهم مواجهه يكون باحسن صوره. بس انا تيتشر، ما ينفعش ابقى واقف وبتكلم باكسن غلط. مش من حقي اصلا. انا معلم، فانا بدام هعلمك يبقى لازم اكون بروفيشنال في اللي انا بعمله، فعشان اعلمك بشكل مظبوط. تمام. لكن انا ممكن اعرف ناس عايشين في كاليفورنيا، عايشين في نيويورك، عايشين في بريتش، في اي دوله بريتش هناك، عايشين في اليونايتد كينجدوم، وفي الاخر هو بيتكلم انجلش مكسر، الناس فاهماه، هو فاهمهم، محدش طرده بره البلد. الاكسنت مشكلتها مش مع الاجانب، مشكلتها مع العرب والمصريين بالذات. تنمر بقى. اي تنمر. اللي هو انت بتقول ووتر، يا لا ما تقولش كده، مش بتتقال كده يا حبيبي. دي مشكلتنا احنا، مش مشكلتهم هم اصلا. زي ما قلت لك، انا رحت وقفت في الشارع، وقفت حد في الشارع وبقول له ان انا عاوزه اروح التويلت ومش عارف اقولها صح، هو فهمني، يقول لي هو يسيبني ويمشي، وانا من بقيه اهله. صحيح. ومش هيروح ينزل بوست على فيسبوك يقول لك انا قابلت واحد عربي وقال لي النهارده تواليت بدل تويلت. اوه ماي جاد، محدش هيعمل كده. فالمشكله عندنا احنا، مش عندهم هم. والله احنا اللي اخترعنا قصه انه انا لازم اكون بتكلم اكسنت بيرفكت عشان ابقى في الاخر جامد وتنين وطياره وما حصلتش وانا اجمد واحد في القاره، عشان نعرف نعمل فيديوز تلفت النظر، عشان نعرف نخلي ناس تتلف حوالينا. احنا عملنا ده، لكن هو ده مش حقيقي. اللغه تواصل، بدل ما انا بتواصل صح وانت بتتواصل معايا صح واحنا قادرين نوصل لبعض، خلاص. وده اللي بيخلي المذيعين دول بيتكلموا انجلش ان بابليك، وهم يعني بيتكلموا واثقين في نفسهم جدا جدا. ايوه، هو عارف انه مش لازم يكون بيتكلم. ده حلو قوي ان انا وصلت للمرحله دي يا ابني، انا عامل انجاز. يعني مش حاطط في دماغه ان انا لا، ده الناس بتسمعني. طب يستحسن طبعا بدل انت شخص بتاثر على الناس، وناس قاعده عريضه من البشر بتشوفك وبتسمعك، انك تكون طبعا في احسن صوره واحسن شكل. لكن ان ده ما حصلش وانا فاهمك وانت فاهمني، وانا كشخص ثقتي في نفسي ما اتهزتش ومكتفي بده، دوس، انت زي الفل. كمل يا معلم، كمل يا معلم، بس كده. احنا يعني حلقتنا كانت حلوه قوي النهارده، اتكلمنا في مواضيع كتير، وفي كل تقريبا معظم مخاوف الناس اللي قابلتني واللي سالتني يعني لما عرفت ان انا اكلمك النهارده. شيري حسين سفير الانجليزي من اشهر الشخصيات على السوشيال ميديا وفي المجال بتاع تعليم اللغه. فالناس عرفت ان انا هكلمك النهارده، قالت طب ما ايه قول لها، والافلام والموضوع. فانبسطنا بالحلقه النهارده معاكي، وهنتقابل تاني اكيد قريب ان شاء الله باذن الله. قولوا لنا في الكومنتات اللي عنده اسئله تانية يقولها لنا، وهنتكلم فيها كلها باذن الله.